أهل النحو من أهل اللغة يدرسون الألفاظ دون المعاني، فطائفة من أهل الكلام والفلسفة والمنطق، وذهب كذلك بعض أهل الحديث إلى أن ربنا سبحانه وتعالى يتكلم بحرف وصوت، يتكلم بحرف وصوت، لكنهم قالوا بأن ذلك قديم أزلي. القديم والأزلي شيء واحد، قديمة أزلية، يريدون بذلك أن الله عز وجل قد تكلم منذ القدم، أما الآن لا يتكلم، وهذا قول مردود. فإن ربنا سبحانه وتعالى يقول: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أي يقول، من الذي يقول؟ هو الله سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. من الذي يقول للشيء كن؟ إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن ينشئ وأن يخلق شيئا في الوجود، إيش يقول له؟ يقول له كن. إذن من الذي قال كن؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن هذا رد على هذه الطائفة الذين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى تكلم قديما أما الآن لا يتكلم. ومعروف لغة العرب إنما أمره إذا، كلمة إذا فتش في كلام لغة العرب من القواميس والمعاجم، وانظر في كلام كذلك أهل النحو. كلمة إذا ماذا تفيد؟ يقولون تفيد الاستقبال. إنما أمره إذا أراد أي في المستقبل، إذا أراد شيئا أي إيجاد شيء قال له سبحانه وتعالى كن فيكون ويحصل ويوجد. إذن هذا رد عليهم. فالله عز وجل موصوف بالكلام ولا يزال سبحانه وتعالى متكلما. الكلابية والأشاعرة يقولون بأن الله عز وجل كيف وصل القرآن إلينا؟ قالوا الله سبحانه وتعالى قذف في روع جبريل عليه الصلاة والسلام معنى، ففهم جبريل عليه الصلاة والسلام هذا المعنى فذهب يعبر عنه بحروفه وبصوته، أي بحروف جبريل وصوت جبريل. أو أن الله سبحانه وتعالى قذف ذلك المعنى في قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مراد ربه عز وجل، فعبر عن مراد ربه بحروفه وصوته. فقالوا إذن القرآن فيه ما هو مخلوق وفيه ما ليس بمخلوق. هذا قول الكلابية والأشاعرة، يقولون القرآن فيه مخلوق وفيه غير مخلوق. ما هو المخلوق؟ قالوا هو الحروف والأصوات، إما إلى جبريل تعود عليه الصلاة والسلام أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المعاني المستفادة من هذه الألفاظ فتعود إلى الله. وهذا القول أشبه بقول النصارى الذين يقولون بأن عيسى عليه الصلاة والسلام فيه ناسوت وفيه لاهوت. النصارى يقولون عيسى عليه الصلاة والسلام فيه ناسوت. الناسوت نسبة إلى الإنسان، يعني فيه شيء مخلوق وهو الإنسانية، وفيه شيء اسمه لاهوت. اللاهوت نسبة إلى الألوهية، إلى الله سبحانه وتعالى. فيقولون الروح هي روح الله ليست بمخلوقة التي في عيسى عليه الصلاة والسلام، وأما بدنه وجسمه عيسى عليه الصلاة والسلام فمخلوق. فقول الأشاعرة والكلابية قالوا في القرآن تماما ما قالت النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام. فهذا القول قول باطل. فالحروف والمعاني كلها تعود إلى الله سبحانه وتعالى. إذن نستفيد من هذا الحروف دون المعاني، هذا المذهب الأول. المعاني دون الحروف هذا المذهب الثاني. والحروف والمعاني جميعا إلى الله هذا المذهب الثالث. بقي المذهب الرابع الذي لم يذكره الشارح رحمة الله تعالى عليه ولا كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول الجهمية.
وهو قول الجهمية. الجهمية تقول، والمعتزلة والرافضة يقولون بأن القرآن حروفه ومعانيه مخلوقة، أن القرآن حروفه ومعانيه مخلوقة. إذن صارت 4 مذاهب في القرآن في حروفه ومعانيه. قول أهل السنة والجماعة أن القرآن كله حروفا ومعان يعود إلى الله سبحانه وتعالى. القول الثاني قول الجهمية، قالوا بل الحروف والمعاني كلها مخلوقة، كلها مخلوقة. ثم القول الثالث من قال بأن المعاني تعود إلى الله دون الحروف، والمذهب الرابع العكس، الحروف دون المعاني. فصارت 4 مذاهب. إذن هذا هو خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في القرآن. حاصله أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، منزل منه، غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذا هو حاصل وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في القرآن.